ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم معاكم عن حاجة بنمر بيها تقريبا كلنا بس بدرجات مختلفة، والحاجة دي او المشاعر دي هي الخوف. مشاعر الخوف. عارفة لما تكوني كده في حياتك حاجات كتير قوي نفسك تعمليها بس الخوف مكتفك؟ كل مرة بتيجي تقربي من الحاجات اللي بتحبيها تلاقي نفسك بدل ما بتقربي بترجعي لورا اكتر. هو ده بالظبط الاحساس اللي انا جاية اكلمكم عنه النهاردة. هنحاول نفهمه ونفهم اسبابه وازاي نتخلص منه، بس كالعادة وربنا ما يقطع لنا عادة، جهزي مشروبك المفضل او قهوتك واقعدي في مكان هادي ومريح وتعالوا نسمع سوا. في البداية كده خلونا نكون عارفين ان الخوف مش دايما بيكون ضدنا، بالعكس، الخوف ده ربنا خلقه فينا علشان يحمينا. بس المشكلة كلها بقى بتكون لما الخوف ده بيبقى زيادة عن الطبيعي، وقتها بدل ما يحمينا بيكتفنا وبيعطلنا وبيوقفنا مكاننا، وهو ده بقى الخوف اللي مش صحي خالص. فالنهاردة عايزاكي تسمعيني كده بقلبك، لأننا من النهاردة مش هنهرب من الخوف ده، بالعكس احنا هنشوف ايه اللي بيخوفنا وهنمشي ناحيته، وهنواجه مخاوفنا بهدوء وبالراحة وواحدة واحدة. وزي ما قلتلك قبل كده الخوف ده شعور طبيعي ربنا خلقه فينا علشان يحمينا، بس اللي بيحصل ان احنا بقينا بنخاف من حاجات مش بتهدد حياتنا ولا حاجة، زي اننا بنخاف نغلط، بنخاف نتكلم، بنخاف نقول لأ، بنخاف نجرب حاجات جديدة أو نبدأ في تجارب جديدة، فبنفضل واقفين مكاننا وجوه عقلنا صوتين بيحاربوا بعض. واحد بيقول يلا نجرب مش هيحصل حاجة، والتاني بيقول طب افرضي حصل. الصوت التاني ده دايما هيحسسك بالخطر، بس الخطر الحقيقي فعلا هو اننا نفضل عايشين سنين كتير قوي في دايرة مقفولة، ولا عارفين نوصل للي نفسنا فيه، ولا مرتاحين في المكان اللي احنا قاعدين فيه. بس خليني أقولك إن النهاردة وعن تجربة الخوف عمره ما هيروح. أنا زمان كنت فاكرة الموضوع غلط أو كنت فاهمة الموضوع غلط، إن أنا لازم أستنى الخوف ده يروح أو يبقى عندي الشجاعة الكافية علشان أبدأ أو علشان أتحرك. بس اللي فهمته النهاردة إن إحنا بس اللي بنختار، إحنا اللي بنختار هل هنسيب الخوف ده يسوق ويكمل حياتنا، ولا هنقوم إحنا نمسك الدركسيون بتاع حياتنا ونشوف أحلامنا ونشوف الرحلة دي رايحة بينا على فين. وبرضه لازم نفهم أو نفرق بين حاجة مهمة قوي، لازم نعرف كويس قوي الفرق بين الخوف الصحي والخوف اللي مش صحي، لأن مش كل خوف بيكون غلط. الخوف الصحي بيكون بس عبارة عن رسالة بتقولك خلي بالك، اتحركي بس خلي بالك. لكن الخوف الوهمي بيعطلك، بيخليكي ترفضي الفرص وتأجلي الحلم، بيخليكي تبطلي تحاولي، وبيخليكي بس قاعدة تتفرجي على الناس حواليكي وهما بيحققوا أحلامهم وبيوصلوا لأهدافهم. بس النهاردة علشان نعرف نفرق بين الخوفين دول لازم نسأل نفسنا سؤال مهم قوي. هل الخوف ده اللي أنا حاسة بيه دلوقتي أو المشاعر القوية اللي أنا حاساها دلوقتي دي، هل بتحميني من حاجة ممكن تأذيني، ولا بتبعدني عن نفسي وبتبعدني عن الحلم اللي أنا نفسي أوصله؟ وبعد لما تعرفي إجابة السؤال ده وتعرفي تفرقي بين الخوفين، لازم تقومي تبدأي وتتحركي، لازم تقومي تمشي ناحية الحاجات اللي بتخوفك بهدوء. امشي ناحيتها واحدة واحدة، حتى لو انتي ماشية ورجليكي مش شايلاكي، حتى لو قلبك بيدق بسرعة قوي ونفسك سريع وايدك بترتعش، كل دي احاسيس مؤقتة وهتروح بمجرد ما تبدأي تتحركي. خدي خطوة صغيرة كل يوم، مش لازم خالص تاخدي خطوات كبيرة مرة واحدة أو تعملي حاجة كبيرة مرة واحدة. وكمان بقى بالذات لو انتي عندك خوف زيادة، خليكي واعية بنفسك، خليكي رحيمة بنفسك، ما تضغطيش عليها، اتعاملي مع نفسك كأنك بتتعاملي كده مع طفل صغير لسه بيتعلم يمشي أول كام خطوة في حياته، لسه بيتعلم المشي. أكيد هتكوني ماسكة ايده بالراحة كده عليه، وهتكوني خايفة وبتحاولي تساعديه وبتحاولي تسنديه علشان ما يقعش، وهتكوني رحيمة معاه، وحتى لو وقع هتساعديه وهتكوني جنبه. انتي كمان اعملي كده مع نفسك، هو ده نفس الأسلوب اللي عايزاكي تتعاملي بيه مع نفسك. ابدأي اتكلمي مع نفسك، اسأليها أنا خايفة من ايه وخايفة ليه. ابدأي اكتبي مخاوفك على ورقة واكتبيها بشكلها الحقيقي، لأن احنا طول الوقت عقلنا بيوهمنا ان مخاوفنا دي كبيرة قوي وضخمة قوي ومرعبة قوي، بس في الحقيقة هي صغيرة جدا ومش بنفس الحجم اللي عقلنا بيصوره لنا. وبعد بقى لما تكتبي مشاعرك دي أو تكتبي مخاوفك اعترفي بيها. في ناس مش بتحب تعترف ان هي خايفة، لكن نص حل المشكلة دايما بيكون بالاعتراف. نعترف ان احنا خايفين الأول، دي أول خطوة لحل المشكلة. نعترف ان احنا ممكن نكون خايفين نتكلم قدام الناس، خايفين نبدأ مشروع جديد، خايفين نبقى لوحدنا. اكتبي كل حاجة انت خايفة منها،
اكتبي معتقداتك وأفكارك عن الموضوع اللي انت خايفة منه، اكتبي كمان الأوهام اللي مخلياكي خايفة، وبعدين بقى ابدأي حطي حلول واقعية لمخاوفك. وكلمي برضو نفسك، قوليلها انه عادي تخافي، دي خطوة جديدة أو ده شغل جديد واحنا لسه مش متعودين عليه. على فكرة الناس كلها بتخاف من البدايات الجديدة، بس عمر ما حد هيجي يقولك أنا خايف. كل حاجة جديدة في البداية بنقلق منها شوية علشان بنكون ما عندناش العلم الكافي بجوانبها كلها ولا بتفاصيلها كلها، فطبيعي ان احنا بنقلق. واسألي نفسك برضو ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل في الموضوع ده وتخيليها. ولو اني بحب ان احنا نكون دايما متفائلين بالخير، بس مش مشكلة، تخيلي أسوأ السيناريوهات اللي ممكن تحصلك في حياتك أو تحصلك في الخطوة اللي انتي هتاخديها الجديدة دي، وابدأي حطلها حلول بحيث انك تكوني مرتاحة وعارفة ان ممكن لو حصلت أسوأ حتى السيناريوهات هنعرف نتصرف. والمفاجأة بقى ان في النهاية اغلب مخاوفك دي هتلاقيها مش حقيقية، وهتلاقيها مش مرعبة زي ما انتي متخيلة. وبعد بقى ما تعملي الكلام الجميل ده كله ما تقعديش تفكري كتير، خلاص خدنا وقتنا في التفكير، نقوم بقى نتوكل على الله ونتحرك. لان خلي بالك التفكير في الخوف كتير بيخلي الخوف ده يكبر اكتر واكتر واكتر، فما تسمحيش ان هو ياخد وقت كبير قوي من تفكيرك او يشغل عقلك. ادي لنفسك شوية وقت تفكري فيهم وتكتبي مخاوفك كلها وتواجهيها وتتخيلي السيناريوهات وتحط لها حلول وتكلمي نفسك وتعملي كل حاجة، وبعدين بقى نبدأ ننفذ على أرض الواقع. مش هقولك ان التنفيذ هيبقى سهل او بسيط او هيبقى مريح، بالعكس كل حاجة في البداية بتكون متعبة، بس يكفينا ان احنا بنحاول، يكفينا انك بتتحركي وخوفك مش معطلك ولا موقفك. ومادام قدرتي تواجهي مخاوفك كل مرة الخوف ده هيقل، لان الخوف كل لما بنهرب منه كل لما بيكبر وبيزيد وبيسحبنا جواه، لكن اول لما تبدأي تقفي قدامه وتواجهيه هتلاقيه بيرجع لحجمه الطبيعي. ده غير بقى انك لو فضلت تهربي من خوفك ده على طول هتعيشي نص حياتك بس، مشاعرك هي اللي هتتحكم فيكي، الفرص هتفوتك، الندم هيبقى رفيق حياتك. خوف عمره ما هيمشي ويسيبك غير لما تبدأي انت تمشي وتسيبيه وتتحركي، وقتها هتلاقيه بيقل وبيهدى وبيرجع لحجمه الطبيعي زي ما قلتلك. وبدل ما نكون حاسين ان الخوف ده وحش كبير قوي بيطاردنا وبيطارد حياتنا، هيبقى مجرد صوت بينبهك علشان تاخدي احتياطاتك وتكوني حذرة، وبعدين تكملي رحلتك عادي جدا وتنسي اصلا انك كنتي خايفة. افتكري دايما انك اقوى من اي خوف، مهما كان سبب الخوف ده ومهما كانت الظروف اللي مريتي بيها خلت عندك الخوف ده. انا جايالك من المستقبل وبقولك انك هتقدري تتخلي عنه، هتقدري ترجعيه لحجمه الطبيعي، بس انت استعيني بالله ولا تعجزي. ادعي ربنا طول الوقت انه يقويكي ويحطك في الطريق الصح اللي يخليكي تتخلصي من خوفك او من مخاوفك كلها. وابدأي بقى خدي بالأسباب زي ما قلتلك وتحركي وامشي خطوات صغيرة، وواجهي مخاوفك حتى لو خايفة، واجهي برضو حتى لو قلبك وصوتك وجسمك بيرتعش برضو واجهي. صدقيني الحياة من غير خوف متعة كبيرة قوي، بس انت جربي واعملي كل حاجة بتخافي منها. وهفضل في كل مرة وفي كل فيديو أقولك خليكي رحيمة مع نفسك، خليكي حنينة مع نفسك، وصدقيني كل الخوف والمخاوف والأوهام اللي انت خايفة منها دي مسألة وقت وكلها هتعدي وهتنتهي. وبس كده كان فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.